السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه، الشعب المغربي ينقسم إلى 3 أقسام: ناس أحرار ضد الفساد، يريدون مقاومة الفساد بأي شكل من الأشكال، وأناس مستفيدين من الفساد ويريدون أن يبقى الفساد بأي شكل من الأشكال. وهناك طبقة ثالثة، وهذه الطبقة لا رأي لها، مغلوبة على أمرها، ولو أنها هي ضد الفساد ولكنها لا تتكلم عن الفساد. كما أن المناضلون بدورهم مقسمون إلى قسمين: القسم الأول الذي يعتبر نفسه أحرار ويطالبون بالملكية البرلمانية أو يطالبون بالجمهورية، لأنهم يئسوا من إصلاح النظام. وهناك النوع الثاني من المناضلين الذي يريد الإصلاح في ظل النظام، والذين نعتبرهم كما نقول وكما يصفهم الأحرار يريدون تحسين شروط العبودية، وهم الغالبية العظمى. الناس المقهورين من غلاء المعيشة، من الرشوة، من المحسوبية. وأقولها صراحة، أنا لست ضد النظام، لكن ضد الآليات المستعملة للحكم ولتسيير الدولة. أنا حرمت من المنحة الدراسية بسبب مقدم. طلب مني الرشوة وأعطيته 100 درهم فلم يقنع، وأعطيته 200 درهم ولم يقنع، وقال لي يجب أن أعطيه أتقاسم معه المنحة. تخيلوا هذه، أنك تتقاسم المنحة مع المقدم. لماذا؟ لأن طلبت منه شهادة عدم الشغل لوالدتي، ووالدتي كانت تعمل مرة ولا تعمل مرات، لأنها كانت قد أخذت منه شهادة العمل للسنة الماضية قال فإن السنة الماضية كانت قد أخذت شهادة العمل، مع العلم أن هناك زميلة لي في القسم أبوها يمتلك مقهى وطاحونة وعمارة، وكانت تأخذ منحة المدرسية. لهذا فأنا أقول لابن كيران: قبل الجريمات وقبل مقالع الرمال شوف لنا مشكل الجماعات الحضارية، شوف لنا مشكل الرشوة المقدمين، شوف لنا مشكل الوثائق. إذا أردتم أن يخف الضغط الاجتماعي عليكم، حاربوا الرشوة. هذيك الرشوة اللي كتقولوا نتوما بسيطة، أنا كنشوفها كبيرة. حينما نكون في المطارات وفي الموانئ المغربية، الناس تاع الديوان بغا يشفرونا. مرتين كنت في المطار وعندي 100 درهم، فقال لي
أنت تريد أن تذهب إلى الخارج فماذا لن تنفعك 100 درهم. هذه 100 درهم خليها لي سوفونير. فقلت له لم أتركها لوالدتي سوفونير فأتركها لك. فنظر إلي نظرة استياء وقال لي افتح الحقيبة. وبقى يقلبها يمينا وشمالا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أريد تعليقاتكم. السلام عليكم.